نادي الأهلي يمتلك سكواد عالمي، لكن ما زلنا في حاجة لبديل لعلولو، ومفيش ما يمنع لو ظهر لاعب جوكر وكمان عقده بينتهي يبقى يا أهلا وسهلا. ولو هنتكلم بقى عن اللاعب الجوكر ده فهو عمر كمال. عمر كمال من أكتر اللعيبة المتطورة على الإطلاق، وده يبان لك في قدرته على اللعب في العديد من المراكز، سواء باك يمين، باك شمال، أو حتى جناح يمين. ده بالإضافة لقدرته الكبيرة على لعب الأدوار المركبة داخل الملعب. عمر من اللعيبة القلائل اللي لفت نظر مدربين المنتخب، وكان بيشارك وهو لا بيلعب في أهلي ولا زمالك. الموسم اللي فات أرقام عمر كمال ما كانتش مرعبة وفقا للباكات المصريين اللي موجودين. الموسم اللي فات عمر كمال لعب 27 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدف واحد بس، ولكن الموسم ده هو لعب 3 مباريات وأحرز هدفين، ده طبعا غير الهدف اللي أحرزه مع منتخب مصر في مرمى تونس. ولو ركزنا كده هنلاقي ان عمر كمال بيحرز اهداف اكتر ما بيصنع اهداف، وده عكس الباكات الطبيعيين تماما اللي بيصنعوا اكتر ما بيسجلوا. وده يأكد لك انه لاعب عنده النزعة الهجومية كبيرة جدا وتأهله انه يلعب جناح اكتر من انه يلعب باك. وخلال الفترة اللي فاتت تطور عمر كمال على مستوى التسديد على المرمى، وبقينا بنشوفه بيعمل الاختراق من العمق وبينطلق في المساحة وبيسدد قذائف مدوية، وده مش صدفة لأنه حصل أكتر من مرة، مش مرة والسلام. وبالتالي ميزة التسديد عند عمر كمال أصبحت نقطة قوة. عمر كمال من اللعيبة اللي عقودهم بتنتهي في 2024 ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير. وخلي بالك قبل الموسم ده اللاعب كان قريب جدا من التوقيع للنادي الأهلي، وكان عنده الرغبة الشديدة في الانتقال للقلعة الحمراء، لكن مسؤولي فيوتشر طلبوا أرقام فلكية لمجرد بس ما الأهلي بيطلب أي لاعب. إنما بيراميدز لا يا معلم، ده احنا نديك اللاعب وعليه اوفر كمان، زي طبعا رضا بوبو. عمر كمال صحيح عنده 30 سنة وقيمته التسويقية مليون يورو، ولكن إجادته للأدوار المركبة داخل الملعب وتطور مستواه بشكل ملحوظ يخلي كولر يفكر في ضمه في يناير القادم، أو الحصول على توقيع اللاعب في يناير والحصول على خدماته مجانا بنهاية الموسم.